السلام العشرة، أنا مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. المهم الأخوان، كما العادة الله يرحم الوالدين. اللي شاف الفيديو ضروري أنه يخلي شي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناة ينزل دابا ويشترك باش نوصلو القناة ل50,000 مشترك في أقرب وقت. المهم الأخوان، ما تنسوش قوانين الاستماع، جلسوا في شي بلاصة تكون هادئة وديروا الكيت وطفيوا الضواو ونبداو القصة على بركة الله. مشينا. السلام عليكم، أنا سميتي بلال وعندي 25 سنة وعايش في دار والدية حيت مازال كنقرا، وهذا هو العام الأخر عندي باش ناخذ الماستر في اللغة الإنجليزية. عندي أختي الصغيرة اللي سميتها سارة، كتقرا في الثانوية وعندها 15 سنة. حياتنا كانت غادية مزيان، عائلة سعيدة وكل شي مزيان، حتى لهداك النهار اللي غنفقد فيه والديا بجوج. وهاك الشي بسبب واحد الحادثة ديال السير. من هنا الدنيا ظلامت في عينيا وما بقى عندي والو من غير الله واختي الصغيرة واختي الكبيرة اللي كانت ساكنة في مدينة أخرى بعيدة علينا، كان سميتها فاطمة. هي مزوجة وساكنة مع راجلها تما. من مورا ما داز العزو قلت لينا فاطمة ما نقدرش نخليكم بوحدكم، من الأحسن تمشيو معايا للمدينة اللي ساكنة فيها أنايا ونكريو تمايا، راكم كارين اللهم تكريو قراب ليا. هي صراحة ما كرهتش تجيبنا معها لدارها، ولكن كانت ساكنة مع راجلها وغتجي ناقصة شوية إذا جابتنا. المهم من بعد شهر من هادشي اللي وقع جمعنا حوايجنا وطلقنا الكرا ومشينا نكريو في مدينة فاس. كانت ديجا شفت لينا واحد الدار في واحد العمارة، حيت كانت الثمن ديالها مناسب بزاف. وفاش وصلنا مشينا لهاديك الدار، ولكن فاش دخلنا كنلاحظوا ان هاديك الدار عامرة غبرة، مغبرة بزاف لدرجة ان الشراجم ديالها ما بقاوش كيدخلوا الضوء بقوة هذيك الغبرة اللي فيها. بحال الا تقولوا عمر شي واحد ما دخل لهاد الدار من مئات السنين هادي. قالت لي يا اختي الصغيرة وانا كنفكر في هاد الغبرة هادي، دابا جاب شكون ينقي لينا هادشي كامل؟ بلال، انا غادي نمشي ونجيبو هذاك الشيء اللي خصنا باش نسيقو وننظفو الدار، زعما الجابيل والصابون والتيد وهذوك المنظفات وغنرجعو، وانت استنانا هنا على من غنرجعو. مشاو هما يجيبوا هذاك الشيء وانا دخلت وبقيت كنشوف الدار من الداخل كيفاش دايره. بان لي الدوش ودخلت باش نشوف واش الماء خدام، ولكن مع دخلت كتبان لي واحد المرايه كاينه تما. بديت كنمسحها بواحد الزيف عندي من هذيك الغبره اللي كانت فيها. ومن هاد اللحظه بالضبط غادي تبدا القصه ديال الرعب اللي غادي تتبعني حياتي كامله. غادي نشوف بنت شابه لابسه اللبسه ديال العرس، كانت عروسه كسوه بيضاء ولكن كلها موسخه بالدم. بدات كتقد في هذاك التاج اللي على راسها ديال العروسه، وهي تقول لي واش مزيان مقاد بحال هكا؟ في هذيك اللحظه الدم جمد في عروقي وانا غير مصدوم في بلاصتي وما عرفتش شنو خصني ندير. ما قدرتش حتى انني نتحرك ولا نغوت ولا نهرب. الصدمه ديالي خلاتني نبقى غير واقف بلاصتي ومسمر وما ندير حتى شي ردة فعل. شويه على غفله غادي تختفي هذيك العروسه كأن شيئا لم يكن. في هذيك الساعه عاد غنبقى نشوف الانعكاس ديال وجهي في المرايه، ولكن ما كانتش صورتي وصافي، كانت حتى واحد الكتابه اللي غادي تكتب بهذيك الغبره. كيبان لي مكتوب في هذيك المرايه من هاد اللحظه غادي تبدا المعاناه ديالك. انا قلت فراسي هادو غير تهيؤات وصافي، غير حيت الدار خاويه وصافي، وحتى هذيك الكتابه راه يمكن شي واحد اللي كتبها شحال هادي وبقات هكا، غير انا اللي ما رديتش ليها البال في الاول.
قربت للمراية باش نكمل المسح ديالها، حتى كتبان ليا نفس العروسة عاوتاني، نفس العروسة اللي شفت في الأول، ولكن هاد المرة مذبوحة من عنقها وغارقة في دميتها، ومن الفوق كانت كتغوت وكتألم وكتطلب مني النجدة. كنحس بحال الا هاد المراية هادي كتجذبني لعندها، وبقيت كنقاوم وكنقاوم وكندفع حتى طلقني هداك الشيء اللي كان كيجذبني ليها. فهاديك الساعة بديت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما حسيت براسي حتى تضربت من اللور ديال راسي وسخفت. بقيت كنحل عيني شويه بشويه حتى لقيت راسي فوق ناموسيتي، وخوتي كاملين دايرين بيا. قالوا لي راه جينا ولقيناك طايح في الدوش وكتقول بعدي مني بعدي مني، وكتعاودها شكون هادي اللي غتبعد منك؟ ولكن انا قلت لهم لا لا ما ديروا والو في بالكم، راه واقيلا غير كنت كنتخايل وصافي، حيت انا براسي ما كنتش متيق هذاك الشيء اللي وقع اصلا دابا. المهم قالت لي يا ساره انت غير ارتاح وانا غنمشي نصايب شي حاجه خفيفه ناكلوها، حتى من بعد نبداو في النيطواياج ديال الدار. قلت لفاطمه يلا عاونيني وخليه يرتاح هو بوحدو، ولكن مع يلا خرجوا من البيت غادي تعاود نفس الحاجه، نفس العروشه اللي شفتها في المرايه غادي تبان لي عاود تاني. والمشكل انها غادي تتبع خواتاتي وغتسد الباب ديال البيت عليا. وفهاديك الساعه بقات واقفه وكتشوف فيا. فهاديك الساعه قالت لي وانا مخلوع شنو بغيتي عندي، شنو باغيه عندي بعدي مني. بقيت كنغوت وكنعيط على خواتي حتى جات فاطمه وقالت لي مالك يا بلال شنو بغيتي، مالك علاش سديتي الباب موراك؟ ولكن هما معايا في البيت، هذيك العروسه كانت باقا ما مشات، كانت باقا معايا. دارت عند خواتاتي وقلت لهم واش ما كتشوفوهاش، ما كتشوفوا حتى شي حاجه اللي غريبه، ما كتشوفوا حتى شي حاجه غريبه معنا في البيت، هيا غير قدامكم. وهي تقول لي اختي الكبيره مالك يا بلال، مالك يا بلال كتهضر غير بوحدك، راه غير حنا اللي بثلاثه كاينين في البيت. تما قلت لهم شوفوا هاد الدار هادي راه مسكونه بالجن وخصنا نخويوها دابا دابا. وهي تقول لي يا فاطمه بلال انت 100% حس بالعيا وكيتهيئ ليك، وزيدون على هادشي الدار مغبره وقديمه ومديومه ومدخلش ليها الضوء، يعني هادي حاجه عاديه. وزيد على هادشي الصدمه ديال الموت ديال والدينا، الدار ما فيها حتى شي حاجه غريبه، كو كانت كنا غنشوفوها كاملين. الصراحه حسيت براسي واخا نقول اللي قلت ما غاديش يثيقوا بيا، وانا نقول فاطمه صافي صافي فهمت اختي. المهم انا غادي نخرج وغنبدل الجو شويه ونشوف الحومه الجديده كي دايره، على من ما تكونوا نظفتوا الدار ووجدتوا العشاء. فاش يلا خرجت من الباب ديال الدار ديال العماره غادي نتلاقى بواحد السيده اللي كبيره في العمر، كانت دايزه من تما غير بالصدفه، وقالت لي واش نتوما اللي سكنتو جداد في هاد العماره هادي؟ قلت لي اييه علاش واش كاين شي مشكل؟ وهي تقول لي الله المستعان ولدي، هاد العماره راه قصتها طويله وانا باقا عاقله عليها ملي يلا كانت عندي 10 سنين، وانا دابا راه في عمري 72 سنه. طراو بزاف ديال الحوايج اللي خايبه في هاد العماره هادي، وهداك الشيء علاش هي خاويه ومهجوره وما ساكن فيها حتى شي حد. باينه فيكم مغرب على هاد المدينه، على هادشي جيتو سكنتو فيها، ما عارفينش التاريخ ديال هاد العماره هادي واقيلا. المهم رد بالك يا ولدي وحاولوا تبدلوا هاد السكنه هادي في اقرب وقت. وهاديك الساعه مشات وزادت مع الطريق. انا صراحه انا ما تسوقتش لهدرتها، هادي راها مرا شارفه وبينه غير كتخرف وصافي. دازت شي ساعه ونص بحال هكاك باش خرجت، وغادي تصون عليا ساره وغتقول لي يا بلال اجي بالزربه، راني لقيت فاطمه سخفانه في الدوش وما بغات تفيق، عييت معها ولكن والو. انا في هذيك الساعه رجعت للدار بالزربه،
مع حليت الباب ديال الدار كنلقى فاطمه كتوجد في الطبله وكتحط العشاء. قالت لي جيتي؟ وانا نقول لها فاطمه مالك خلعتيني عليك، فين هي ساره؟ راه صونات ليا وقالت لي بلي راك سخفتي. وهي تقول لي لا، انت كتشوفني راني واقفه قدامك بخير، حتى شي حاجه من هادشي ما وقعات. فهاديك الساعه مشيت معصب عند ساره وتسيفت عليها، قلت لها واش هذا وقت الضحك هذا؟ اشنو هاد الضحك هذا الباسل؟ وهي تقول لي اش كتخربق، انا اصلا ما صونيتش ليك. وقالت لي يا فاطمه ملوقيته باش خرجتي وهي كتعاوني في النطويات، اصلا ما هزتش تليفونها بالمره وما عندهاش التعبئه من الاصل. دورت عند ساره وقلت لها واش بصح هادشي؟ وهي تقول لي اذا ما تيقتينيش راه تليفوني وسير قلب واش صونيت ليك ولا لا. وبالفعل فاش قلبته ما لقيت والو. درت عندهم وقلت لهم ما فهمت هادشي، ها نتوما ها تليفوني واجي تشوفوا باش تاكدوا بلي حتى انا ما كنكذبش عليكم. جبت التليفون ويلا غنوريهم هادوك السجلات ديال لابيل وهما ما كنلقى حتى شي نمره مسجله، بحال الا طلعت انا اللي كذاب. ولكن انا متاكد بلي ان شي واحد صون عليا بالنمره ديال اختي والصوت كان تماما ديال اختي. كيفاش؟ شكون هذا اللي صون ليا دابا؟ وشنو القصه ديال هذيك الشارفه اللي عاودت ليا القصه ديال العماره؟ وشنو القصه ديال هذيك العروسه اللي ديما خارجه ليا من النهار الاول هنا؟ لا لا لا، هادشي راه ما كيبشرش بالخير. انا من كثرة التفكير والتخمام مشيت نعست حيت كنت قريب نحماق. قلت مع راسي صافي حتى الصباح ويحين مولانا. نعست وفي النصايص ديال الليل بديت كنحس بالنفس سخونه حدا ودنيا، يعني بحال الا شي واحد جالس كيتنفس ليا حدا ودني. حليت عيني حتى كنلقى قدامي هذيك المراه الشارفه اللي لقيت في الشارع ووجهها لاصق في وجهي، وحتى هذيك العروسه اللي كانت لابسه اللبسه بيضاء كانت هازه الشمعه وكتدور وسط البيت. وانا كنشوف في هذاك المنظر وقلبي قريب يسكت، حتى كيختفي هذاك المنظر دقه وحده بحال الا كنت غير كنحلم. نوضت كنجري باش نشوف شنو هادشي اللي في بيتي، شعلت الضوء ولكن ما كان والو. درت وكنشوف في المرايه ديال البلاكار ديالي ولكن تماك كانت الصدمه، حيت كنلقى ساره وفاطمه مشنوقين. اتخلعت في هذيك اللحظه ونوضت كنجري عند خواتاتي، لقيتهم باقي كينطوي في الدار. وهي تقول لي يا فاطمه شنو واش انت كل دقيقه كتفيق؟ حنا نيت يلاه سالينا الروينه ديال الدار، نوض يلا نوض تعشى معانا. ويلا تعشينا. وقلت لي يا فاطمه اختكم الكبيره خصها تمشي في حالها دابا، راه راجلي كيستناني لتحت بالطوموبيل، ومن هنا للغد ليه ان شاء الله غادي نجي ونطلع عليكم. مشات وبقيت غير انا واختي ساره. قلت لي انا صافي عييت بالشقا، النهار كامل وانا غير كنشقى، انا غادي ندخل ندوش عليا باش نرتاح ونعس، وحتى انت غير سير كمل نعاسك وخلي هاد الموعن حتى الغد ليه ونوض نغسلهم انا. دخلت لبيتي وصافي سديت عليا الباب ويلا حطيت راسي على الوسادة. سمعت الغوات ديال اختي ساره جاي من الدوش، نوضت كنجري لعندها وسولتها مالكي شنو عندك، شنو المشكل؟ وهي تقول لي راني حليت الماء ديال الدوش ولكن راه خرج لي داك الشي احمر فحال الدم ماشي الماء، وفي البانيو ديال الدوش لقيت واحد العروسه مذبوحه والكسوه ديالها كلها غرقه بالدم. قالت لي انا عارفك ما غاديش تثق هادشي اللي شفت ولكن والله العظيم حتى شفتو. هذيك الساعه وانا نقول ليها لا راني تيقتك، حيت حتى انا خرجت ليا، انا راه من اللي دخلنا خرجت ليا وهي السبابه باش سخفت قبيله. وهي في الدوش حتى سمعنا شي واحد كيهرس في الصاله ديال الدار، كنسمعوا الصوت ديال الجاج كيتهرس. فاش خرجنا
كنلقاو فاطمة هزة واحد العصا كبيرة وكتهرس اي حاجة جات قدامها، غير كتهرس وكتضحك. مشيت عندها وقلت لها فاطمة شنو كديري وعلاش رجعتي؟ ياك قلتي صافي غادي تمشي وحتى الغدا عاد ترجعي، ولكن هي بحال الا ما كتشوفناش اصلا، جالسه غير كتهرس في هذاك الشيء وكتضحك. قلت لها فاطمه جاوبيني راني كنهضر معاك جاوبي. في هذيك الساعه حبسات من هذاك الشيء ودارت لعندي بشويه وبدات كتضحك واحد الضحك اللي هيستيري اللي ماشي ديال البشر اصلا، الضحكه اللي مرعبه بزاف. في هذيك الساعه عرفت باللي هذه ماشي اختي، هذه غير شي حاجه اللي متشكله في الصفه ديال اختي فاطمه. شويه وهي تغوت واحد الغوته من درجه ان اختي الصغيره ساره سخفات. في هذيك الساعه درت عند ساره وبديت كنحاول نفيقها وكنقول لها فيقي فيقي ساره، فيقي ساره، راه خصنا ضروري نخرجوا من هاد الدار، ضروري واخا نعرفوا نبوتو في الزنقه. فاقت ساره ونوضنا كنجريو للباب ديال الدار، وهنا كانت الصدمه. الباب ديال الدار ما كاينش، بحال الا ولينا محاصرين مع 4 ديال الحيوط، ما كاين لا باب ولا شرجم. دقه وحده غادي تقطع الضوء، ساره تخلعات وشدات فيا. انا براسي كنت ميت بالخلعه وما عرف ما ندير. شويه غادي يرجع الضوء، ولكن هذاك الشيء اللي كان كيشبه الفاطمه ما بقاش في الصاله، وحتى الباب رجع لبلاصتو. بحال الا تقولوا هذاك الشيء كان غير حلم وصافي. انا يلا غادي نوض نهرب، الباب غادي يتحل عاوتاني وغيدخلوا 2 ديال الناس، عريس وعروسه. هذه هي المرة اللي كنت كنشوف في المراية، انا متأكد منها، هي اللي خرجت ليا في البيت، انا متأكد هي. ولكن الحاجة اللي غريبة انه كانوا داخلين ولكن بحال الا ما كيشوفوناش، بحال الا غير حنا اللي كنشوفوهم. بقاو داخلين وسط الدار، والعريس دخل للبيت ديال النعاس والعروسة دخلت للدوش. انا بكثرة الفضول واخا ميت بالخلعة تبعتهم وشفتها كتقاد في التاج ديالها قدام المراية في الدوش. شوية وغيجي موراها العريس وغادي يضربها 10 ديال الطعنات في ظهرها. وهنا فهمت هذاك الشيء اللي عاودت لي هذيك المرة الشارفة. فهاد الدار وقعت جريمة ديال القتل في النهار ديال عرسهم، وبحال الا تقولوا الروح ديالها بقات ساكنة هنا حيت هي ماتت مغدورة. مشيت عند سارة وقلت لها ضروري نخرجوا دابا من هنا، ولكن قبل نصوني على فاطمة اختي ونعاود ليها هادشي كامل اللي وقع معايا. الله شد الخط وغادي يجاوبني صوت اخر، ما كانش الصوت ديال فاطمة، هذا الصوت ديال راجل، وقال لي البركة في راسكم، مول هذا الرقم هذا راه دار كسيدة خايبة والجثة ديالو راه دابا في السبيطار، اجيو باش تاخدو الجثة. قلت شكون انت؟ واش من جثة على من كتهدر؟ اش كتخربق علينا؟ واش تطيتي؟ وانا كنهدر غادي يتحل الباب عاود ثاني، وهاد المرة كانت فاطمة. انا ما بقيت عارف من تيق في هذيك اللحظة، واش هذا اللي كيهضر معايا في التليفون ولا فاطمة اللي كاينه حدايا؟ ما فهمت والو. سارة غير شفتها جرات لعندها وقالت لي اختي هاد الدار هادي راه مسكونة وفيها المشاكل بزاف، ضروري خصنا نخرجوا منها ودابا نيت. قلت لسارة بلاتي ما تمشيش معاها، حيتاش انا ما كنتش متيق هذيك الساعة واش هذيك بصح اختي ولا غير كنتخيلو عاود ثاني. قلت لها فاطمة حافظة آية الكرسية، قراها حدايا نشوف، لا تكون زعما شي شيطان مسيف الصورة ديال اختي. ولكن حتى قراتها قدامي اطمأنيت. قلت لي يا فاطمة راه خصنا دابا نخرجوا من هاد الدار هادي،
راه سمعت عليه شي حوايج خايبين. نزلنا مع الدروج، ولكن هادوك الدروج بحال الا ما بغاوش يساليو، كانوا طوالين بزاف، بحال الا كنجريو في شي دائره مفرغه بزز. عاد باش نزلنا لتحت وخرجنا من هذيك الدار المسكونه، ومن تما ما بقى حتى شي واحد باغي يسكن هنا. ومن هذاك النهار قررت على انني نرجع لمدينتي القديمه كازا. وساره خليتها مع اختي الكبيره فاطمه. انا رجعت لكازا وكريت واحد البيت صغير اللي فيه طواليت وكوزينه صغيره على قد الحال وعلى قد جيبي. ولكن هذيك الروح ديال العروسه اولا الجن اللي كيتسيف ليا في الصورة ديالها بقى تابعني ومعذبني في حياتي كاملة، بالخصوص في الأحلام وفي المرايات، لدرجة ما بقيتش كنحمل نشوف راسي في المراية نهائيا. ولحد هذا النهار اللي عاودت في هذه القصة ما بغاتش تفارق عليا وديما معذباني. ودعيو معايا الإخوان، دعيو معايا بالشفاء. المهم الاخوان، هذه هي النهاية ديال القصة. المهم اللي شاف الفيديو يخلي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناة ينزل ويشترك دابا. والمهم الاخوان، تلاقوا في القصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في قصة جديدة. ما تنسوش كما العادة، اللي شاف الفيديو ضروري انه يخلي شي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناة ينزل دابا ويشترك باش هكا يطلع التفاعل شوية. ونبداو القصة على بركة الله. مشينا. انا سميتي عزيز وعندي 25 عام، عايش انا والدي واختي الصغيرة في فرنسا. خوينا المغرب ملي كانت عندي 9 سنين، ودابا راه مستقرين وعايشين بخير وعلى خير، وحتى قرايتي كنكملها هنا. هادشي اللي غادي نعاود ليكم طرا معايا في الصيف ديال 2020، ملي قررت العائلة ديالنا باش نرجعوا للمغرب حيت جدي كان مات. ولكن الوالد كان عازم باش يرجع للمغرب بالمرة ويستقر فيه، واخا انا واختي كنا رافضين الفكرة حيت ولفنا فرنسا. كان عاجبنا الجو هنا وكل شي موفر لينا، واللي قالنا الوالد هذاك الخبار صدمنا. جينا في حالاتنا، جينا نيشان الفيرما عند جدي. كانوا مجموعين كاع عمامي تما، بداو كيقراو في الوصية ديال جدي، وفي الاخر اتفقوا كاملين باش ما يبيعوا والو، يخليو هذاك الشيء ويبقاو يجيو يدوزو فيه الباكونسا في الصيف. زعما كل صيف غادي نتجمعوا في الفيرما ديال جدي. انا كنت من النوع اللي كنتريني وفورمتي كانت زوينه وعاجبني راسي بزاف. هذاك الشيء علاش كانت فيا الزعامه الزايده. جالس كنعياق على ولاد عمي اللي قدي تقريبا في السن، حيت كنت جاي من برا وهما كبرين غير في العروبيه. جروني ولاد عمي بجوج وجريت انا اختي، وخرجنا لواحد البلاصه اللي مظلمه، شعلنا العافيه ودرنا بها وبدينا كنضحكوا وكيقولوا لنا عاود لينا على الغربه. ملي عاودت ليهم وساليت قلبناها رعب. هذاك ولد عمي الصغير فيهم بدا كيقول لنا شنو بان ليكم نديروا شي مغامره في هذا الليل. شفت فيه وقلت له بحال اش زعما. قال لي نمشيو ندورو بلا ضو بلا والو اولا خافتي. قلت له ما عنديش مين نخاف. قرب ليا وقال لي زعما الجنون ما كتخافش منهم. قلت له اصلا راه ما كاين لا جنون لا والو، غير التخربيق وصافي. ما تبقاوش يا صاحبي متبعين الهضره ديال الناس، غتخليكم ديما اللور. قال لي اش من هضره، راه الدوار كامل عارف هادشي. قلت له شنو عارف؟ قال لي الخربه المسكونه اللي في الخرجه ديال الدوار حدا المقبره بالضبط. قلت له راه ملي كنا جايين دوزنا عليها، جاتني عاديه، واش محروقه ولا شنو؟
قال لي كل واحد وشنو كيقول. كاين اللي كيقول بلي الدار تحرقات بمواليها، وكاين اللي كيقول غير قدامت ورشات ولات هكاك. اختي قالت لي انا ما غاديش نمشي معاكم، غادي نرجع في حالي. قلت لها ما عندك فين ترجعي الليل هذا، وما نقدرش نخليك بوحدك، زيدي معانا. تمينا غاديين، وولد عمي الصغير هز واحد البيلو كيضوي، وكل ساعة كيدور لعندنا زعما بغا يخلعنا. انا ما كنتش كنتحرك من بلاصتي، اختي اللي كانت كترعد وخايفة. تمينا غاديين حتى قربنا نخرجوا من الدوار. ملي كنقول لكم هاد الهضرة يعني غاديين غير في الخلا والقفار، ما كاينش كاع الضواو من غير البيل ديال الولد عمي. كل ساعة كندور بالزربة، كنحس بشي واحد تابعنا اولا شي حاجة غادي كتجري من ورانا. ما عرفتش واش حتى هما كانوا كيسمعوا نفس الحاجة، ولكن ما بغيت نقول والو باش ما يضحكوش عليا وباش ما نخلعش اختي. بقينا غاديين، وكل ساعة كنقول له واش مازال ما وصلنا. شوية هو يبان لينا واحد الراجل خرج قدامنا لابس جلابة كحلة. اختي غوتات غوتة وحدة، كنقول ليها سكتي راه ما كاين والو. شاف فينا وقال لنا فين غاديين في هاد الليل. قال ليه ولد عمي غاديين غير مسخرين السي الفقيه. قال ليه مسخرين في هاد الليل وزيدون راه خرجتوا على الدوار. بقى كيشوف لجهتنا وقال لنا شكون نتوما ولاد من. نقز ولد عمي الكبير وقال ليه هادو غير ولاد عمي، كانوا ساكنين برا ويلاه دخلوا للمغرب وحنا غاديين كنساريوهم. قال لي ها ولدي هاد الطريق راه مقطوعه وما بقات غير المقبره قدامكم، ما كاينه لا مساريه لا والو في هاد الليل، سيروا سيروا من هنا حسن ليكم. قال ليه صافي السي الفقيه كون هاني، انا غنرجعهم دابا. وانا بقوه الهضره اللي كانت فيا وزعامتي قلت له زيد زيد خلينا نتحركوا. علاش؟ شكون هو باش يقول لنا فين نمشيو فين نجيو؟ هذاك الراجل ما عجبوش الحال وقال لنا دبروا راسكم، حنا راسو تم غادي. ولد عمي كيقول لي ويلي شنو درتي يا صاحبي؟ هذا راه الفقي ديال الجامع، غادي غير تجبد لنا الصداع. قلت له يعاود راسو يدخل سوق راسو شويه، علاش بنادم فمو سابقو باقي زعما يحكم فينا ولا شنو؟ بقى داك الصغير كيضحك وقال لي بخبارك ما عمرني ما شفت شي واحد هدر معاه فحال هكا، دابا غيكون غير يتفرقع من الداخل حيت كلشي كيحترمو في الدوار. قلت له فحال هاد النوع هذا انا اللي كنعرف ليه. اختي كتنغزني وكتجرني من اللور وكتقول لي راني شفت شي حاجه دازت من هنا. قلت لها زيدي زيدي تحركي، غيكون غير شي قنيه ولا شي كلب. تحركنا ومشينا لهاديك البلاصه وكان ثقيل، خصوصا حيت جات حداها مقبره على اليسار ديالها، ما كتسمع والو من غير السقيل وصوت بوجعران كيغوت. قال لي ايوا ها هي الدار احنا وصلنا، يلا ورينا زعمتك. بقيت كنشوف فيها، كانت كبيره تقريبا كبر من الفيرما ديال جدي، كانت كلها كحله. قلت لهم صافي انا غادي نمشي ندخل. جراتني اختي وقالت لي مالك واش حماقيتي، يا اما ندخلو كاملين ولا ما يدخل حتى شي واحد فينا. نقز ولد عمي وقال لي فهمتي اش غنديرو، غنضربو العود واللي جات فيه غادي يدخل. قلت لهم مشات انا ما عنديش مشكل، ولكن بشرط اختي ما تلعبش معانا. قالوا لي واخا صافي. وباش ما نتاكد بلي ما غيغشوش اختي هي اللي اختارت وجا العود في ولد عمي الصغير، هذاك الزعيم فينا اللي جبنا لهنا اللي كانت سميتو ياسين. نقز محمد ولد عمي الكبير وقال ليه اشنو واش غتدخل ولا خايف؟ قال ليه غادي ندخل، اشنو غيوقع ليا كاع، ولكن غادي ندي معايا البيل. قلت ليه غير ديه راه عندنا التليفونات انا واختي نقدروا نضويو بهم. اختي قالت لينا الدراري من الاحسن نساليو اللعب هنايا خليونا نرجعوا للدار. قلت لها سكتي سكتي شويه، ندمت علاش ما خليتكش في الدار،
اش داني نجيبك معايا؟ مشى ولد عمي دخل، وحنا جلسنا بقينا كنسينو فيه. بقى غادي حتى الضو ديال البيل اللي كنهز معاه ما بقاش كيبان. حنا قلنا ليه اذا كانت الطريق هي هذيك والدنيا مزيانه عيط لينا باش ندخلو حتى حنا. دازت تقريبا شي 15 دقائق، 15 دقائق، 20 دقيقه، نص ساعه، ساعه ونص، ووالو حسو مقطوع. بدينا كنشوفو بعضياتنا وحنا مخلوعين. قلت له محمد شنو غنديرو دابا؟ قال لي هادو ما يكونوا غير في عيل ياسين، غيكون دارها بينا وما دخلش. قلت له راه شفته داخل. قال لي يقدر يكون ضرب الدوره وتخبى في شي بلاصه، راك عارفو هو راه في عند الفعايل، وماشي بعيد كاع يكون شاف حالو للدار وشراها لنا مع والدينا وخلانا حنا هنا. قلت له انا ما سوقيش فيه، انا غادي ندخل. ولد عمي واختي بجوج بيهم قالوا لي حتى حنا غادي ندخلوا معاك. لصقوا فيا تمينا غاديين ودفعنا هذيك الباب اللي كان كله مصدي. هذيك الدار كانت قدامها جردة كبيرة وفيها واحد البير، الارض ديالها عامرة بالرماد، بحال الا بصح شي حاجة تحرقت تما. وحنا هكاك كنعيطوا على ياسين حتى غوتت اختي وقالت لي يا خويا راه شي واحد طلع ليا من هذاك البير. درت على اليمين ديالي ولقيت واحد البير كبير. قلت لي هذا ما يكون غير ديك ياسين، اجي نمشيو نشوفو. قالت لي لا لا، الوجه اللي طلع ليا راه ماشي ديال ياسين، هاد الوجه كيخلع. تمينا غاديين لجهة البير غير بشويه وكنتسلتو وكنقول له ياسين واش هذا انت؟ بركة من اللعب ديال الدراري الصغار وخرج، راه بغينا نمشيو في حالتنا. وحيت كان السقيل بدينا كنسمعو بحال الا توشويش جاي من البير، بحال الا شي وحدين كيهضروا. بدينا كنقربوا للبير، ولد عمي واختي خايفين بزاف ورجع الله، وانا بالزعامه اللي فيا مشيت وطليت في البير. هو يخرج واحد الخفاش بالزربه لدرجه قلبي كان غادي يسكت بالخلعه. قلت لهم شتو هانتوما راه غير حيوان، علاش دايرين هذا الخوف كله؟ يلا يلا خليونا ندخلو ونجيبو هذاك الحماق ديال ياسين ونرجعو في حالتنا. قال لي يا بلاتي بعدا غنعيط على الوالد وغنسولو لربما يكون ياسين رجع للدار. ملي جبد التليفون لقى الريزو ما كاينش، وحتى انا واختي لقينا ما كايناش كاع التغطيه نهائيا، بحال الا هذيك الدار ما وصلياش الريزو. دفعنا الباب الدخلاني ديال الدار، يلا غادي ندخلو حتى تسدح هذاك الباب اللي على برا. كلنا تخلعنا وجمدنا في بلاصتنا. اختي كانت غتسخف ليا، كتقول لي لا لا انا ما غندخلش. كنقول لها زيدي انا ما غنقدرش نخليك ورايا، غتدخلي معايا وغنخرجوا كاملين، ثقي فيا. غادي نلقاو غير ياسين وغادي نخرجوا من هنا كاملين. دخلنا ويا ريت نكونوا ما دخلناش. كل واحد فينا شعل البيل ديال التليفون ديالو وبدينا كنعيطوا على ياسين. كنسمعوا شي حاجه تخرشات كنقفزوا كاملين. شويه وحنا هكاك كنسمعوا شي واحد كيتمشى فوق منا، هذاك ليطاج الفوقاني. قلت لهم واش سمعتوا هادشي؟ قالوا لي قلت لهم هذا ما يكون غير ياسين، يلا يلا نطلعوا عنده الفوق، باينه باغي يديرها بينا، اذا شديتو غادي ندموا على هادشي اللي دار لينا. احنا صدقنا داخلين كاملين. يلا حنا طالعين شويه هو يتكركب من الدروج بحال الا شي واحد دفعوه. ضويت له البيل على وجهه، كانوا عينيه محلولين وحتى فمو بحال الا كان مصدوم. تحنيت عنده بقيت كنقول له ياسين مالك شنو عندك؟ اختي هزات واحد القرعه ديال الماء كانت جايباها معاها وبدات كتخوى عليه. محمد قال لي غير مطلعها علينا. كنقول لها صاحبي راه ما كيديرهاش بالعاني، شوف الدم نازل له من راسو، شي حاجه دفعاتو من الفوق. قال لي بعدا يلا غير نخرجوا من هنا
ونخليوه يتنفس. قلت ليهم هزو على ظهري، وهذاك الشي اللي كان ركبتو ونازلين من الدروج، وهو يتزدح هذاك الباب ديال الدار. اختي بقوة الخلعة طاح ليها التليفون من يديها. كنقول ليها زيري راسك شوية معانا، ماشي وقت الخوف دابا. محمد كيقول لي راه الباب ما بغاش يتحل، شحال هو مدابز معاه. قلت له خليني نجرب انا. بقيت كنجر حتى طرطقت هذاك البواني، واخا كان اصلا مفوري ملي دخلنا. ما فهمتش كيفاش تد فحال هكا. قلت لهم بقى عندنا حل واحد هو نخرجوا من الشرجم، ولكن ملي طلينا من الشرجم تصدمنا كاملين. كان واحد الراجل واقف تما، حيت هذا محال واش يكون من الانس. كانوا عينيه كيخلعوا خارجين، وكيشوف فينا بحال الا مجنون. وجهه ما كانش بحال ديال البنادم، مقدر ما كان بحال ديال الحيوان. غوت ومشيت كنجري لجهه اخرى، وعاود لقيتو. وفي اي شرجم كنبغيو نمشيو نخرجوا منه كنلقاوه. قلت لهم شنو غنديروا دابا؟ اختي كتبكي وكتقول لي قلت لك ما ندخلوش، هادشي راه ما كيدخلش للعقل. قلت لهم نتوم هذا دواركم وانتم اللي عارفين، قول لينا شنو خصنا نديرو. قال لي ندمت علاش ما تبعتش الهضره ديال الفقيه، نكون دابا راني في دارنا كنتعشى دابا. شويه وحنا هكا كندابزين بيناتنا، حتى اختي غوتات عاود تاني وقالت لي راه شي واحد كيطلع علينا من ليطاج الفوقاني. قلت لها بلا بلا ما تزيدي علينا حتى نتيا. قالت لي والله ما كنكذب. وبالفعل سمعنا شي واحد كيتمشى فوق منا، وماشي غير هادشي، الصوت الضحك والهضره كان جاي من الفوق. واخا حنا متاكدين باللي ما كاين حتى شي واحد في هاد الدار، وكما كيقولوا راه مهجوره. قلت لمحمد خلي معاك اختي وياسين وانا غنطلع الفوق وغنشوف شنو كاين. قلت لي يا اختي لا ما تخليناش بوحدنا، ما خصناش نتفارقوا. قلت لي على الاقل نشوف مين نقدروا نخرجوا. هذوك الاصوات اللي كانوا في الدار عاد ما كيزيدوا. تميت طالع بشويه، درجه من مورا درجه، وكل درجه كنطلعها قلبي كيزيد يضرب كتر. هذه اول مره غنحس بهذا الخوف، اول مره غنعيش شي تجربه بحال هادي. طلعت الفوق، كنشوف في هذاك الكولوار ما كاين حتى شي حاجه. بقيت غادي كنتسلت، حيت كان واحد الصوت يجي من واحد البيت. حليت الباب شويه، ولكن تصدمت من المنظر اللي شفت واحد البنت جالسه في الكرسي وعطياني بالظهر. ولكن تصدمت كتر ملي هبطت عينيا لتحت. رجليها ما كانوش ديال بنادم، كانوا ديال الماعز. بقيت واقف وجامد في بلاصتي وما قادرش نرجع للور، خايف لا تدور لعندي. كنحس براسي غنطيح في بلاصتي. من ديما كنت زعم وكنطير، ولكن هاد الدار حداتو ليا. يلا خرجت وغادي نسد الباب، وهي تدور وجهها لعندي. قالت لي علاش دخلتي لدارنا؟ هذاك الصوت ديالها كان في شكل بحال الا كان جاي من شي عالم اخر، ما عرفتش كيفاش نوصفو ليكم. كانت بحال الا معايا وماشي معايا في نفس الوقت. تماك غوت وتسدح الباب في وجهي، ومشيت كنجري نازل عند اختي وعند ولاد عمي، ولكن ما لقيت حتى شي واحد. كنقول شنو زعما، واش خرجوا خلوني هنا؟ لا، ميمكنش يسمحوا فيا. بقيت مخربق وكنعيط عليهم. حليت الباب وكنلقى داك الراجل مازال واقف تما في نفس البلاصه وما كيتحركش. سمعت التليفون كيصوني، جبدتو بالزربه وانا كنترعد وكنقول يا ربي تكون اختي ولا ولد عمي. ملي جاوبت كنسمع الصوت بعيد ومخرشش، حيت اصلا ما كانش الريزو في هذيك الدار. كان الصوت ديال شي راجل شارف وكبير في العمر. قلت ليه الو شكون معايا؟ قال لي اش داك تدخل هذيك الدار؟ قلت ليه شكون انت؟ وباش عرفتيني انا كاين في هذيك الدار؟ قال لي انا جدك. طاح لي التليفون من يدي، ما فهمتش كيفاش جدي ميت وكيهضر معايا.
هادشي راه حماق وما كيدخلش للعقل. قربت نتسطى في هذيك اللحظه، جلست في الدروج لتحت كاع، وما بقيتش قادر نوقف على رجليا حتى كنسمع شي واحد هابط في الدروج. ملي درت لقيتو ياسين ولد عمي. قلت ليه على سلامتك، واش فقتي؟ فينا هما الاخرين؟ ولكن ما كانش كيدوي معايا. وقفت عنده باغي نعنقو، شدني من يدي وكان مزير عليا بزاف، وحتى يدو كانت في شي شكل، كانت زرقاء. انا واخا صحيح وكنتريني، حسيت بيدي غادي تطرطق، لدرجة انني جلست في الارض وبديت كنقول له طلق مني، اش كدير؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ ولكن ما كانش كيرد عليا، كان مغيب. بقيت كنتجر انا وياه، كان صحيح بزاف، ماشي ياسين اللي كنعرف. في هذيك اللحظة سمعت صوت اختي وهي كتغوت، كنعيط عليها سلوى فينك، ولكن ما كانتش كترد عليا، كنسمع غير صوت غواتها. بديت كنهضر مع ياسين وكنقول له دير عقلك، شنو واقع عليك؟ دفعت وتميت غادي في الجهة اللي جاي منها الصوت، ولكن ما لقيت والو. بقيت مركز، كيبان ليا باللي الصوت جاي من التحت، من تحت الارض اللي انا غادي عليها، يعني كاين شي بيت من تحت. بقيت كنتمشى حتى بانت ليا واحد الياجوره مقلعه من بلاصتها، مشيت كنجري لتما، وبالفعل لقيت واحد الباب اللي كيدي لتحت. تميت هابط، كنسمع صوت اختي كتقول لي اجي اعتقني اخويا. لقيتها جالسه في واحد القنت. ملي ضويت على هذيك البلاصه كانت كتخلع، عامره بالعظومه ديال الحيوانات. جات اختي كتعنق فيها وكنقول ليها فينا هو محمد؟ قالت لي ما عرفتش، تفارقنا انا وياه. انا كنت سخفانه وملي فقت لقيت راسي هنا، وكانوا شي تعاويد وشي رسوم في هذاك الحي. نسيت ما نقول لكم باللي اكثر حاجه كنخاف منها في هذا العالم هي البلايص المسدوده، وكاين بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل. مشيت لعند الطبيب النفسي ولكن ما دار ليا والو، وانا هكاك كنيت في اختي حتى تد عليا هذاك الباب. تماك صافي فقدت الشعور، كنت خايف اكثر من اختي. هي عارفه باللي عندي هاد الفوبيا، حتى في دارنا ما كنتش كنسد عليا نهائيا الباب ديال البيت. بدات كتقول لي خويا نوض خصنا نخرجوا من هنا. انا ما قادرش نسمع ليها، جاوني شي اصوات في ودني اللي صدعوني، كيبانوا لي بزاف ديال الخيالات جايين وقاصديني، وانا كنقول بعدوا مني وكنغوت بحال رجهدي. اختي عرفتني ما غنقدرش نوض، مشات كتجري لجهه هذاك الباب وبدات كتهرس فيه. لقات واحد الحديده وبدات كتدفع فيها الباب حتى تحل. في هذيك اللحظه انا عاد وعيت، جرتني وقلت لي يلا نخرجوا. طلعنا بالزربه وغاديين وقاصدين الباب ديال الدار باش نشوف حالنا. قلت لي يا محمد وياسين شنو غنديروا معاهم؟ قلت لها نخرجوا بعدا حنا وديك الساعه نجيبوا شي واحد اللي يعاوننا فيهم. حلينا الباب، بان لي هذاك الراجل واقف عاود تاني. قلت لها غادي نخرجوا اللي ليها. نغزاتني وقلت لي شوف على اليمين ديالك. بقيت كنشوف جهه البير، هو يبان لي محمد جالس تما، كان جالس ومغيب، كنعيط عليه ما كيجاوبنيش. جريت اختي وقلت ليها يلا نخرجوا. قلت لي انا مخلوع، شوف كي داير وشوف كيفاش كيشوف فينا. قلت لها غمض عينك وقري القران في نفسك. وهذاك الشيء اللي كان، قرات القران وقريته حتى انا. غمضنا عينينا ومشينا كنجريو، والصدمه كانت اننا دوزنا منه، ما كانش ديال بصح، بحال الا كان غير في خيالنا وصافي. قلت لي يا محمد يلا نهزوه. قلت لها غادي غير يتقل علينا، يلا نمشيو نجيبو شي واحد يعاوننا. حلينا هذاك الباب الكبير اللي على برا وخرجنا كنجريو. كان ظلام ومضوين غير بالبيل ديال التليفون، وكل مره كنتلفتو حيت كنحسو بشي واحد تابعنا، والصوت الخطاوي اللي ما بغاش يبعد منا. اختي بقوه الخلعه ركابيها فشلو عليها،
صدقت هزها في ظهري وغادي كنجري، كنقول ليها ناري ما عقلت حتى على الطريق اللي جينا منها. كتقول لي غير زيد انا عاقله وغادي نوريك. اختي كانت ديما كتعقل على الطرقان، فيما كندوزو من شي بلاصه كتعلمها. وحنا هكاكا غاديين حتى خرج هذاك الفقي قدامنا، وقف شاف فيا وزاد كمل في طريقو. قلت ليه سي الفقي، اسمح لي بزاف على الهضره اللي قلت لك قبيله، حنا راه طحنا في واحد المصيبه كحله. قال لي انا ما سوقيش، انا في الاول قلت لكم ما تزيدوش تمشاو كتار. كمل طريقو، وهي تقول له اختي راه دخلنا لهاديك الدار المهجوره، تما وقف ودار لعندنا وقال لنا واش تسطيتو ولا مالكم. هاديك الدار 70 عام باش ماتوا مواليها، وحتى شي واحد ما كيتجرأ يدخل ليها، وجات حدا المقبره. قلت له ماشي وقت هاد الهضره، حنا عارفين راسنا غلطنا، راه محمد وياسين بقاو تما وخصنا ضروري نخرجوهم. هاديك الدار راه عامره بالجنون ولا شنو هداك الشيء. انا ما كنامنش بهاد الشيء ولكن راني شفتهم. قال لي انا براسي ما نقدرش ندخل. اش بدا التليفون وبدا كيعيط. قلت له لما كتصوني؟ قال لي الشيخ حسن هو اللي يقدر يفكنا، هو عنده معاك الشيء ويقدر يلقى لنا الحل. عيط له وقال لي اجي عندي دابا لطريق المقبره، راني محتاج فيك ضروري. انا جالس كنهدن في اختي. دازت تقريبا شي ساعه جا داك السيد، كان كبير في العمر، يكون عنده شي 70 عام، لحيته بيضة وهز واحدة تسبح في يديه، واليد الاخرى شد بها العكاز ديالو. قال لي شنو واقع هنا؟ قال لي هاد الدراري راه مشاو ودخلوا لهاديك الدار المهجوره، وراه جوج منهم تحبسوا تما. قال لي ولدي واش كتقلبوا على الجن برجليكم؟ هذيك الخربه راه عامره بالجنون وانتوما تهجمتوا عليهم، واش انت تبغي شي واحد يتهجم لك على دارك؟ قلت له راه غلطنا، كنا دايرين خطار بيناتنا وهداك الشيء ولا بصح، حنا كنا دايرينو غير ضحك. قال لي عمر هاد الشيء ما كان ضحك، وشحال من واحد كان غير كيضحك وصدق مشيار. تمينا غاديين وانا معاون هذاك الشيخ وشدو بيدي، حيت كان كيتمشى غير بزاز. وصلنا لهاديك الدار، قال لينا خليكم انت هنا. قلت له لا حتى انا خصني ندخل. قال لي قلت لك خليك هنا. جار معاه غير هذاك الفقي ديال الجامع وتمو داخلين بجوج. انا واختي كندعيو لله غير يخرجوا ولاد عمي بسلام. كنا واقفين ومصمرين في بلاصتنا، كيبانونا غير الشراجم ديال هذيك الدار كيتحلو كيتسدو غير بوحدهم حتى البيبان، والصوت الغوات جاي من كل قنت. اختي كترعد وكتقول لي غير عندك ما يخرجوهمش، بلي هذاك الفقيه جاي وجر معاه ياسين. وبدينا كنخويو عليه الماء وكنقولوا ليه نوض على سلامتك. اما محمد مازال ما خرج، وحتى هذاك الشيباني مازال لداخل. شويه حتى بان لينا جارو وكيقول لينا عاونوني. مشيت انا كنجري وهزيتو فوق ظهري وخرجنا من تما كاملين. قال لي هادي ياسر راه تقاس وخصكم ضروري ديروا له شي حصص ديال الرقيه. قلت ليه ما لقاوش احسن منك السي الفقيه، دير فينا هاد الخير الله يرحم الوالدين. قال لينا واخا صافي غنبقى نجي لعندو. وبالفعل تمينا غاديين حتى وصلنا للدار، لقينا والدينا غادي يحماقوا بالتفتاش. ملي شافونا جايين تخلطوا عليهم كاع المشاعر. الوالده انا كتضربني وفي نفس الوقت كتعنق فيا. دخلنا للداخل وكاملين وجهنا صفار. هذاك الشيء اللي عشنا هاد الليله ما عمرنا ما دوزناه في سنيننا كاملين. مات ياسين كتبكي وكتغوت وكتقول لنا شنو درتو ليا لولدي. قلت لهم غير جلسوا بعدا انا غادي نعاود لكم كل شيء. جلسنا جلسوا كاملين وقلت لهم راه دخلنا لهذيك الخربه المهجوره اللي جات حدا المقبره. ناض عمي كيغوت عليا وكيقول لي جيتو غير يومين ودرتو لنا الصداع، اش داكم لهذيك البلاصه؟ قلت له راه ولدك ياسين هو اللي دانا لتما. وقال لي ولدي ضاع ليا من يدي. قلت له غير كون هاني.
راه اتفقنا مع داك الفقي ديال الجامع غيبقى يجي يدير له الرقيه حتى غيولي بخير. وهذاك الشيء اللي كان كيجي عنده تقريبا كل نهار، ونهار على نهار الحاله ديالو بدات كتحسن، ويدو بدات كتمشي من هذيك الزروقيه، وحتى من لسانو بدا كيتسلق، ولا قادر يهدر ويتكلم معانا، واخا كان مازال كيتخلع وكينوض ديما في الليل كيغوت. هذاك الصيف كامل وهو كيتعالج، عاد ولا شويه بخير، ولا قادر يتمشى على رجليه. داز الصيف وتفرق المجمع، كل واحد فينا مشى لدارو، حيت كيما قلت لكم هذيك الفيرما ديال جدي كنا غير كنتجمعوا فيها وصافي. انا وعائلتي استقرينا في اكادير، وباقي كل صيف كنمشيو لهذيك الفيرما، وكندوزو عاود تاني على هذيك الدار، وكنتفكر هذاك الشيء كامل اللي طرا معانا. ولكن هذه 3 سنين ما بقاتش هذيك الدار، حيدوها، شي واحد شرا هذيك البقعه ديال الارض. المهم الاخوان، هذه هي النهايه ديال القصه. المهم اللي شاف الفيديو يخلي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناه ينزل ويشترك دابا. والمهم الاخوان، تلاقوا في القصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في قصه جديده. ما تنسوش كما العاده، اللي شاف الفيديو ضروري انه يخلي شي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناه ينزل دابا ويشترك، باش هكا يطلع التفاعل شويه. ونبداو القصه على بركه الله. مشينا. السلام عليكم. انا سميتي خالد، في عمري 46 عام. هذا 10 سنين وانا خدام شيفور ديال الرموك، وهاد الخدمه هادي ماشي سهله، وماشي اي واحد يقدر عليها. من صغري وانا كنحلم باش نولي نسوق الرموك. الامنيه ديالي تحققت الحمد لله، ولكن ما كنتش عارف الحوايج السلبيه اللي كيوقعوا. مع الوقت بديت كنولف، واخا كان صعيب شويه. والمشكل الاول اللي دوزته كان صعيب عليا بزاف، حيت ديما كانوا كيوقعوا معايا شي حوايج اللي غراب. بحال مثلا كنكون غادي حتى كتبان ليا شي حاجه واقفه قدامي، وكنكون غادي غير في الصحراء والطريق خاويه. وبعض المرات عاود تاني كنبدا نسمع شي حاجه اللور ديال الرموك كتحرك، ولكن الرموك كنكون فيها غير بوحدي. قليل فين كيمشي معايا واحد السيد اللي سميتو ياسين. هادي ياسين هذا الله عمرها دار، كان كيصيفطو معايا الباترون ملي كتكون الطريق طويله، وملي كنمشي انا وياه ما كنحش بالطريق، دغيا كنوصلو ودغيا كنرجعو. ومن بين الحوايج اللي كانوا كيوقعوا معايا كنت كنكون غادي في امان الله، والطريق كتكون طويله، والتقابل كيكون قليل فين كتكون شي طونوبيله جايه ولا غادا ولا شي رموك. كنكون غادي في واحد السقيل اللي في شكل، حتى كطرا شي حاجه اللي كتسحقني. واحد النهار كنت غادي وكنت طالق الموسيقى، حتى في واحد اللحظه بنت ليا في المرايه شي مرا اللي واقفه. انا ما كنتش عايق بالقالب، تقلت وشديت اليمين وبغيت نشوف شنو هو داك الشيء، واش شي مرا واقفه تما. وبديت كنحقق بزاف في المرايه، ولكن ما كان كيبان والو. هذاك الشيء مضبب، كيبان ليا غير مرا واقفه صافي، ولكن الملامح والوجه ما كيبانوش. انا في هذيك اللحظه عاد عقت بالقالب، وعرفت باللي هذيك راه ماشي مرا، وانما هذيك راه جنيه، ورجليا فشلوا عليا، وما بقيتش قاد انني نحركهم، بقيت غير كنشوفهم مصدوم. وهذيك المرا كانت جايه وكتقرب
شوية بشوية، ورجليا ما بغاوش يتزعزعوا. حتى في واحد اللحظة بديت كنصرفق في راسي غير باش نفيق ونزيد. ما حد هذيك المرة كتزيد تقرب، وانا كنترعد من الفوق حتى لتحتي، وبديت كنقرا في القرآن وبزز باش تحركت. عفطت عفطة وحدة، ما بقيتش عاقل على الطريق كاع، بقيت غير غادي وكنقول واش هادشي اللي شفت واش بصح. بديت كنوهم في راسي باش ما نبقاش نفكر بزاف، حيت الطريق كانت كلها كحله وقليل فين كتبان ليا شي حاجه غير الضو ديال الرموك اللي مضوي عليا. اما كنت خايل اذا ما كانش راه نقدر نتسطى. وحتى في هذيك البلاصه اللي كنت فيها ما كاينش الريزو. بغيت غير نعيط على الباترون ولكن بلا منفعه. كنبقى غير كنشوف التليفون وكنردو ونقابل الوقت وكنستنى امتى يصبح الحال. ولكن هادشي اللي عاودت ليكم دابا ما غاديش يتقارن بهداك الشيء اللي طرا ليا انا وياسين. ياسين ملي هو كان كيخاف بزاف وما كيبغيش انه نسافروا بالليل. فيما كيسمع بالليل باترون عطانا الخدمة بالليل كان كيمرض وكيتعصب وكان خواف بزاف. غير هذاك الخوف ديالو كان كيخلعني. فيما كيشوف شي حاجة ولا كيتوهم شي حاجة كان كيفرع عليا راسي، كيبدا عليا راه ما خصناش نبقاو نجيو بالليل، واذا قال لك الباترون خدم بالليل قول ليه لا. واذا عاود لي هادشي اللي كنشوف قلت له هادشي راه عادي يا صاحبي، راه بالصباح ولا بالليل راه غتلقى هادشي. راه حنا في الطريق خلوية وهذا راه الموطن ديالهم. شنو بغيتي تلقى الورد والنوار؟ راه هادشي اللي كاين. انا كنقول له فحال هكا غير باش نثبتو وما يبقاش كيدوي بزاف، حيت غير الهضره ديالو كانت كتخلعني حتى انا. الخوف راه خلقو الله فينا ولكن راه خصنا نسيطرو عليه. تثبت صاحبي شويه، راه عادي هادشي هذا. المهم من بعد ما الباترون عيط ليا وقال لي باللي واحد السلعه راه خصك ديها، وهاد المره هادي راه غادي تمشي لموريتانيا. انا ملي كنسمع راه خصني نخرج برا البلاد كنت كنمرض، حيت الطريق كانت كتكون طويله بزاف، وكل ما كانت الطريق طويله وكانت بالليل كتكون خايبه، كتكون خايبه عليا وعلى اللي معايا. واللي معايا هو ياسين. قال لي بلي غادي يمشي معاك ياسين. قلت له صافي واخا ماشي مشكل، واخا كنت عارف بلي غادي يجي عندي ياسين وغيفرع عليا راسي غيقول لي بلي اشنو هادشي يا صاحبي، ياك قلت لك بلي قول ليه راه كيوقعوا معنا شي حوايج غراب. وهذاك الشيء اللي كنت متوقع هو اللي طرا. ملي عرف ياسين بلي غادي نخرجوا بالليل وبرا البلاد كاع مرض، وقال لي بلي راه غادي ندفع شهادة طبية ونقول له بلي راني مريض. الحاجة اللي كانت مصبرانا في هادشي كامل هو الفلوس. قلت له صافي يا صاحبي غير صبر ويلا ونتوكلوا على الله وما يكون غير الخير. المهم جات الوقيته فين غنمشيو وكانت مع المغرب. صليت المغرب والصلوات الاخرين صليتهم بالتقصير انا وياسين، وطلبنا الله باش ييسر لنا الامور ونمشيو سالمين ونرجعو سالمين. قلت له شوف هادي غتكون اخر مره، وغادي ندوي مع الباترون باللي ما نبقاوش نخدمو بالليل. واخا هو كان مزيرنا بزاف ولكن هانيه ماشي مشكل، غادي ندوي معاه. صافي هو تبت راسو وطلعنا في الرموك وقرانا الدعاء ديالنا
بدات الرحلة ديالنا. تقريبا كانت عنا شي 1900 كيلومتر اللي غادي نضربو. الطريق صعيبة، ولكن انا ما عنديش شي حل واحد اخر. كان المشكل هو داكشي اللي غادي نشوفو في الطريق ولا غادي نتصادفو معاه. ما نطولش عليكم وندخل لكم نيشان في البداية ديال القصة. في الاول كانت الطريق عامرة، كنتلاقاو مع الطونوبينات وكنتلاقاو مع ناس، ولكن ملي صافي كنبعدو بزاف وكندخلو للصحراء كنوليو قليل فين كنشوفو شي طونوبينة ولا شي واحد كنتقابلو معاه. بدا كيظلم الحال وبدا الخوف كيزيد. ياسين بدا كيتوتر وقال لي بلي راه كيسمع شي حاجة، هو غير الوسواس اللي شادو وانا ما شفتو ما سمعت والو. وبديت كنهدن فيه كنقول له راه ما كاين والو، هادشي اللي كيطرالك دابا راه غير الوسواس وحتى شي حاجه راه ما كاينه، غير صبر وراه غادي نوصلو بخير وعلى خير. كنشوف فيه كيسمع ليا وهو مخلوع. طمأنتو وقلت له وصافي صاحبي وغير صبر، راه حتى شي حاجه ما غادي تأذينا، اذا ما اذيناهمش راه ما غاديش يأذيونا، والصبر راه هو كل شيء. ضربنا شي 8 سوايع ديال الطريق وكنا ريحنا فيها غير ساعتين. ريحنا في جنب واحد البلاصه نعسنا فيها واحد شويه وقلنا صافي نضربوا الليل كامل باش نوصلوا دغيا. واصلا راه خصنا نوصلوا بكري. في واحد اللحظه وحنا غاديين وكان ثقيل وقطعنا الهضره وانا السايق وكنشوف غير قدامي، وحتى شي طونوبيله ما كاينه لا في جنبي اليمين ولا في جنبي اليسار حتى هو. كاين غير الرمله والطريق، ما كان حتى شي واحد، كنت غير انا وياسين. وفي واحد اللحظه وحنا غاديين وكان ثقيل حتى تخبطات شي حاجه فوق الرموك. ياسين كان ما بين النعاس والفياق، وملي تسمعت هذيك الخبطه قفز من بلاصتو وانا درت شفت فيه. بقى كيشوف فيا باستغراب وقال لي شنو هادشي هذا. قلت له شوف، قلت له راه اي حاجه راه يمكن ليها طرا، يقدر يكون شي طاير ولا شي حاجه طاحت فوق منا، ولا مع الريح تقدر تكون شي حاجه كانت طايره، شي بلاستيكه ولا شي حاجه وطاحت فوق الكاميو. قال لي بلي هو فين هو الريح، راه ما كاين لا ريح لا والو، راه حنا في الصيف وما كاين غير الصهد، وراه غيبان لك غير من الرمله. الرمله كانت ثابته وغير من هنا غيبان لك بلي ما كاين لا ريح لا والو. انا كنت عارف شنو واقع وعارف هادشي غير من الجن، حيت ديما كان كيطرانيا بحال هكا ملي كنت كنمشي بوحدي. بديت عاود تاني كنثبت فيه وكنقول له يا صاحبي دير عقلك، راه هادشي اللي كنقول لك راه هو الصحيح. وانا وسط الكلام ديالي عاودات تخبطات شي حاجه، وهو في هذيك اللحظه بدا كيترعد عليا وبدا كيقول لي وقف صاحبي وقف هنا، وقف صاحبي نشوفو شنو هادشي. قلت له راه انتردي نوقف هنا صاحبي، راه ما تعرف شنو كاين، هادي الطريق والخلا وراك عارف راه اي حاجه ممكنه. عاودات تخبطات المره الثالثه. بيني وبينكم في هذيك اللحظه ما بقيتش عارف اشنو ندير، ما بين الخوف والشجاعه. جمعت الشجاعه ديالي كامله، هزيت واحد الزرواطه وسكت الرموك، هبط وانا نطلع في السلوم اللي كيكون اللور في الرموك. بغيت نشوف شنو كاين فوق منه، وملي طلعت ما لقيت والو،
ولكن الاثار ديال الضربة كان باين. كانت واحد الضربة فوق الرموك، وكانت مكورة بحال الا شي حديدة ولا شي حجرة دايرة وطاحت تمايا. هبطت عند ياسين وقلت له راه ما كاين والو اصاحبي، ويلا نكملو طريقنا. وحنا غاديين وكنسولو بعضياتنا مين يكون هادشي جا، كل واحد فينا واشنو كان كيقول. ولكن هذاك الشيء الصحاح ما طحناش فيه، وكنا كنحاولوا نبعدوا ما امكن باش ما نقولوش، حيت اذا قلت ولا قال غنبداو نوسوسو عاوتاني وغادي نتخلعوا، واذا تخلعنا غادي تطرا شي حاجه ما كتار. وفي واحد اللحظه وحنا غاديين وكنا ساقلين وباغيين غير انت يطلع الصباح، حتى في جنبي اليسار والخطة اللي كتجاوز منه كانت واقفة شي درية صغيرة وعاطي انا بالظهر. انا ملي شفت في ياسين لقيته ناعس، وفي هذيك اللحظة العرق بدا كينزل ليا من كل جهة، وجهي ولا كله عرق. وكانت بعيدة عليا تقريبا بشي 100 متر، ونقصت السرعة وبقيت غير كنشوفه في هذاك الشيء. بديت كنترعد، والرموك بدا كيمل على اليمين وعلى اليسار حتى هو يفيق. ياسين ملي فاق قال لي مالك صاحبي شنو كاين؟ باقي وسط الهضره ديالو حتى لقيتو مشوكي وكيشوف في هذاك الشيء اللي كنشوف فيه حتى انا. كانت شي بنت مريحه وعاطينا بالظهر، وبينها بنت غير من شعرها اللي كان طويل. بديت كنكلاكسوني وكنقرا في القران، ولكن والو، ما بغاتش تحيد من الطريق. كانت واقفه في وسط الطريق، وضروري اذا بغيت ندوز راه ندوز عليها، حيت الرموك راه كان كبير بزاف، وحتى اذا بغيت نتجاوزها راه خصني نهبط للرمله. تقلت وهبطت للرمله، رويضه في الرمله ورويضه في الشانطي، وكنا غاديين غير بشويه. البنت قربنا ليها بزاف وكانت مريحة وعطينا بالظهر. ملي وصلنا لعندها غمضت عينيا، ما عرفتش كيفاش، ولكن ما بغيتش نشوف فيها. ياسين حنا راسو لتحت من الشدة ديال الرعب، ما قدرش انه يقعد راسو، وانا بقيت شد البولو بيديا ومزير عليه باش ما يدور بيا لا الرموك لا على اليمين لا على اليسار. غمضت عيني وبقيت غادي وحاسب العبار ديالها. فوت تقريبا بشي 10 متر وانا نطلع الكاميو من البيست، ومع حليت عينيا وما لقيت والو. الطريق كانت خاوية ورايا وحتى شي حاجة ما كانت. ياسين في هذيك الوقيته ما دوا معايا وما دويتش معاه. بقينا غاديين وكنت كنزيد في السرعة، وفي واحد اللحظة ياسين دوا بشوية وقال لي واش شفت هذاك الشيء اللي شفته؟ وكان كيترعد. قلت له اه، وحتى انا كنت خايف، والطوماتيكيو هو مخلوع غادي نتخلع حتى انايا. قلت لي ياسين شوف، اقرب محطة للاستراحة غادي نوقفوا فيها وما غاديش نزيدو حتى يصبح الحال. بقى غير كيشوف فيا وما ردش عليا. انا سكت وبقيت غادي وكنشوف غير قدامي، ولكن الطريق كاملة وكنسمع شي اصوات في ودنيا، شي اصوات اللي ما مفهومينش. وكنزيدو غير شوية وكنبدا نسمع الخبيط. ياسين ما بقاش قد يصبر وقال لي باللي هذه اخر مرة غادي يجي بالليل، واذا شي نهار تفرض عليه يجي بالليل راه ما غاديش يجي، يقدر كاع يستقل وما يجيش. ولكن بيني وبينكم راه هادشي صعيب بزاف. وتخيلوا معايا كون كنت غادي بوحدي ويطرى ليا هادشي هذا،
هادشي غير انا وصاحبي، وشوف شنو وقع. بديت كنهدن فيه، قلت له غير صبر صاحبي، راه ما بقى والو غادي نوصلو، ما بقى والو يصبح الحال. بقينا غاديين والطريق طويلة ولكن والو، كنستناو غير الشمس تشرق ولكن والو. كلا كنضربو شويه ديال الطريق كنحسو بالطريق كتجبد، بلي يا ياسين بلي غادي ينعس. عرفتو ما غاديش ينعس، ولكن باغي غير يتخبى، وبقيت غير انا اللي شد الطريق. طالق ناس الغيوان وكنتصنت ليهم ومركز مع الطريق. وفي واحد اللحظة هو يرجع، ياسين رجع وريح في البلاصة اللي حدايا، وقال لي راه نريحك صاحبي، غتكون عييتي واقيلا، نسوق شوية في بلاصتك. كان كيدوي وكنحس بيه بحال الا ماشي هو. الطريقة ديال الهضرة ديالو كانت مجرأة بزاف. انا عارفو باللي ما يقدرش يقول لي نسوق بالليل، وراه هو خواف بزاف، ولكن ما قدرتش اننا نعطيه. خافتو لا يدير بيا شي كارثه. قلت له غير ارتاح صاحبي حتى الصباح وغنعطيك تسوق، ولكن ما جاوبني ما والو، بقى غير مريح. تقريبا دازت شي 10 دقايق من مورا السوقان، ودرت الليمن ديالي وما بانش لي ياسين. تعجبت، نقصت من السرعه وانا نتلفت اللور، وانا نلقاه ناعس وكيشخور. بقيت غير كنشوف في هذيك الساعه، كنقول ويلي، واش ما انتبهتش ليه ملي ناضو رجع نعس عاوتاني. بقيت غير كنشوف وكنوهم في راسي، وكنقول باللي واقيلا ما شفتوش. وفي هذيك اللحظه العقل ديالي بغى يخرج من بلاصتو، راه ما يمكنش، ويلي يلاه كان مريح حدايا غير دابا شويه، كيفاش حتى رجع اللور ونعس؟ وكيبان بلي ناعس شي ساعة ديال المكانة. كان عرقان وناعس وكيشخر، وهو النعاس ديالو تقيل، كيبقى حاط راسو وخصو الوقت بزاف باش يلاه ينعس. وزيد دابا هو مخلوع، يقدر ما ينعش كاع، ولكن كان ناعس. دازت تقريبا شي 2 ديال السوايع، هاد الشمس بدات كتطلع. ملي بانت لي الشمس كتشرق فرحت بزاف، قلت واخيرا صبح الحال. درت اللور وفيقت ياسين، قلت له نوض صاحبي نوض، بارك عليك من النعاس. ناض وجا ريح حدايا. انا ما لقيت شنو نقول له، وانا نقول ملي جا ريح حدايا قلت له تبارك الله عليك، وبغيتي تسوق بالليل وما خفتي ما والو؟ قال لي كيفاش؟ قلت له ويلي، واش كطلع عليا صاحبي؟ راك قبيله قلتي لي يا صاحبي راه نسوق في بلاصتك شويه، وانت ما كتحملش تسوق بالليل. قال لي والله يهديك صاحبي، راه ما قلت لك والو اصلا. قال لي اصلا قبل دابا شي 4 سوايع ولا 3 باش نعست وما فقتش. بقيت غير كنشوف، شافني هو تزيرت وقال لي شنو كاين صاحبي، شنو واقع صاحبي؟ قلت له لا لا راه ما كاين والو صاحبي، راه كنضحك معاك، اجي تسوق دابا راني عييت. جا تحول بلاصتي وبدا صايد، وانا في هذيك اللحظه غير كنفكر، داير يدي على راسي وملفت لجهه اخرى، داير راسي ناعس، ولكن انا كنفكر في هادشي اللي وقع. وقلت مع راسي هادي اخر مره غادي نسوقو بالليل. داز الوقت وسوقنا النهار كامل وكنا باقي ما وصلناش، وقررنا باش ما نسوقوش بالليل عاوتاني. كانت عندنا يومين ديال السوقان وقسمناها على 3 ايام باش ما نطيحوش في الليل ويطرى لينا نفس المشكل اللي طرى لينا. عيطنا على الباترون وقلنا ليه يسمح لينا على هذا الروطار،
قلنا له راه وقعوا معنا شي حوايج اللي غراب ديال بشكل. قال لينا ماشي مشكل، ولكن ملي غادي تجيو راه حسابكم معايا هو الاخر. رجعنا في حالتنا وعاود ثاني الطريق قسمناها، وجاتنا 5 ايام ديال الطريق، وصلنا بخير وعلى خير. ولكن هادشي اللي وقع لينا عمرو غادي يتنسى. ملي وصلنا دينا الرموك للبلاصه ديالو وتلاقينا بالباترون. قال لينا شنو هاد الروطار هذا، وش هاد الخدمه هادي الثقيله. عاودنا ليه هذاك الشيء اللي وقع لينا، ولكن قال لينا انا ما سوقيش. ياسين ما قدرش يصبر، ديميسيونا من الخدمه ديالو وما بقاش باغي يخدم كاع في السوقان ولا يجي معايا، ولا مريح غير في واحد البيرو. وانا قلت له ما غاديش نبقى نخدم بالليل. حتى هو وافق ليا غير بزز. المهم الاخوان، هذه هي النهايه ديال القصه. المهم اللي شاف الفيديو يخلي لايك وشي تعليق محفز، واللي مازال ما مشترك في القناه ينزل ويشترك دابا. والمهم الاخوان، تلاقوا في القصه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.